السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هننزل مع بعض ورق العنب زي ما انتم شايفين كده. معانا كمية من ورق العنب. احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان، فعايزين نخزن ورق عنب كده. طبعا هو الوقت ده مش وقت تخزين خالص، لان دلوقتي الاسعار غالية جامد جدا، وفي نفس الوقت مفيش اساسا ورق عنب في السوق. يعني في عنب بس مفيش ورق عنب. طبعا الكميات اللي في السوق قليلة جدا ومحدودة، فاحنا عايزين نلحق نشيل منه مثلا اكلتين او 3 اكلات يكفونا في شهر رمضان، علشان حبايبنا وكده يكونوا معزومين عندنا. فهنشوف انسب طريقة تخزين واحسن طريقة تخزين هي اللي انا هعملها دلوقتي. نجيب الورقه كده زي ما انتم شايفين. الورق بتاعنا اهو جميل زي ما انتم شايفين. بصوا ده الظهر وده الوش. الورقه ناعمه ملمسها ناعم، يبقى شايفين ملمسها ناعم. العروق اللي موجوده في الورقه العروق خفيفه، مش العروق المقلبظه التخينه، مش ورق شجر. تمام كده. طبعا هو دلوقتي فيه تراب. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك كده نقطع كده هنقول. في ناس بتاخد العناقيد دي تجمعها وتحطها في قعر الحله تغسلها زيها زي الورق العنب وبيجمعوه. وفي ناس عندي هنا حته قماشه مبلوله، انا غسلاها تحت الحنفيه وبليتها وعصرتها. تمام. هي دلوقتي مبلوله. هنعمل كده نشيل التربه اللي بتبقى من فوق. طب ينفع يتغسل؟ لا، ما ينفعش يتغسل، لان هيتدلي جامد جدا وهياخد وقت عقبال ما ينشف. معانا الورقه اهي على جنبين، الناحيه الناشفه فيها عروق من هنا، وهنا هنقلب الناحيه الثانيه. هنعملها كده. ناخد بقى ورقه ثانيه نحطها معقول، وهناخد الورقه نمسحها كده. هنا حطينا هنا الدوران بتاع الورقه وهنا الجوز. هنعمل هنا العكس، هنحط هنا الدوران من هنا والجوز من هنا، تبقى كده. تمام. وهكذا بقى، يبقى هنعمل واحده عكس الثانيه، واحده عكس الثانيه، عشان هنلف رول. لما نلف رول بعد كده يبقى في توازن. انما احنا لو حطينا كله فوق بعضه زي ما هو كده فوق بعضه، الرفيع من تحت والسميكه من هنا، وحطيناه فوق بعضه، هنلاقي الجزء ده عالي جامد جدا والجزء ده نازل تحت قوي. هنيجي نلف رول مش هيتلف معانا، هنلاقي الرول اللي عندنا مقلبص من ناحيه وواسع من ناحيه ثانيه. نمسح كده. هتشوفوا معايا دلوقتي كل التفاصيل دي. ودي على فكره انا جربت طرق كتير لحفظ ورق العنب. بصوا بقى، المره دي غيرت الورقه بحيث ان انا خليت الجوز من هنا والناحيه دي العكس. كل مره بغير الورقه كده هيديني شكل ورق العنب اللي احنا شايلينه. هيديهولي ايه كده. ناخد بالنا عشان الورقه ما تتقطعش. واحنا بنعمل ورق العنب بنفرده معانا بايدينا. زي ما انتم شايفين، في كل مره بغير الحته ديت، بخليها من ناحيه ثانيه، ومن ناحيه رفيعه بخليها من ناحيه عكس. ده احنا في ناس بترميه وفي ناس بتحطه في قعر الحله. انت شوفي انت حابه ايه. انا برميه. انا كنت الاول بشيله في قعر الحله عشان احطه في قعر الحله، بعد كده بقيت ارميه وبقيت اعمل بالجدرانيه بحطه من تحت. فانت لو مش فارق معاكي شيليه.
لو حته اتقطعت منك كده خليها كده، ما تشيلهاش ما ترميهاش عادي، خليها كده. تمام. احنا لو غسلناه هيبل جامد وهياخد وقت اكتر في ان احنا نمسحه. وغير كده ممكن تنسي واحده فيها ميه ولا حاجه فهتعمل لك تلج، هتيجي تاخدي الورقه بعد ما تطلعيها من الفريزر هتبقى مش كويسه خالص خالص معاكي. من هنا اللي هي المدوره ومن هنا البوز، نعمل بقى العكس، نعمل البوز من هنا والمدور من هنا كده كده. بلاحظ ان اللون الاخضر بيبقى حلو قوي قوي على الشاشه، بس البهجه كده جامده باللون الاخضر على الشاشه. انا جربت قبل كده اعمل اللي هو فوق بعضه واسيبه زي ما هو كده وادخله، بيفرفت وبيكسر وبيبقى وحش قوي قوي قوي. وبرده جربت اللي هو بيتحط في الازازه مع مخلوط الميه بملح، هو حلو بس الطريقه دي فاقده، يعني الطريقه دي احسن بكتير من الطريقه الثانيه، يعني دي انسب بجد طريقه ممكن تخزني بيها ورق العنب. كمان ما بياخدش مساحه خالص معاكي في قلب ما بياخدش مساحه معاكي في قلب الفريزر، يعني ممكن تعملي لك 5 6 كيلو 10 كيلو ومش هياخدوا معاكي مساحه بالطريقه دي، وانت بتبقي عارفه الاكله بتاعتك محتاجه لها قد ايه. اهم حاجه وانت بتمسحي كده، وانت بتمسحي تاخدي بالك الورقه ما تتقطعش معاكي. كمان ما ينفعش نجيبه ونحطه في الفريزر ونعمله كده على طول. ليه بقى؟ لان بيبقى فيه تراب، هو على الاقل احنا بنقدر نمسح نص التراب ده، بنمسحه بحته القماشه دي، ولو انت جايبه كميه كبيره والقماشه نشفت منك تقدري تغسلي القماشه وترجعي تاني تمسحي بيها. ده زي ما قلت لكم ممكن نغسله كويس قوي ونصفيه ونمسحه وبعد كده نحطه في كيس ونحطه مع الكيس اللي فيها ده، تستخدموه تحطوه على الحله من تحت، ليه؟ عشان يحمي المحشي بتاعكم ان هو يتحرق. تمام كده؟ انا عن نفسي كنت بعمل كده زمان، دلوقتي بقى ايه جميل ما محتاجوش، وبستبدله بالبوكيه جرنيه اللي بعمله غزل شرايح بطاطس شرايح بصل شرايح وبحطهم على الحله من تحت، وبحط عليه برص عليه ورق العنب بتاعي او برص عليه لحمه، وبعد كده الحاجات اللي انا بقول عليها طماطم جزر بصل الحاجات دي كلها بتبقى حلوه قوي وبتتاكل وتوفيق. ده كده كده بيبقى بدايه، يعني ممكن تاكل ورق العنب بيطلع لك معاك فاهمه كده. ممكن ده بالشكل كده عامل ايه؟ ده بقى لنا الخيط بتاعنا، ده البطل بتاعنا. ممكن تستبدلوه بلزق، يعني تعملوا بدل الخيط لزق، تمام؟ مش كرتون يعني. بس كده بصوا دي طبقات زي ما انتم شايفين، تمام؟ هو تمسكوا عينكم تشيلوه زي ما هو كده وتحطوه في الكيس. حذاري، انا عملته قبل كده والله بطلعه بيتكسر من الحروف وبيبقى وحش جدا، لان ورق العنب لما بيتحط في الفريزر مده طويله الورق بينشف فبيكسر، انما طول ما انت هتلفيه رول هيبقى تحفه معاكي وهتطلعيه على السلق على طول فوق الممتاز كده. هو دلوقتي طري، لو قعد هينشف، هينفع وهو طري نلفه زي ما احنا عايزين.
قفلنا من هنا وقفلنا من هنا الثانيه. لما نيجي نطلعه من الفريزر علشان هنسلقه خلاص، هنمسك المقص كده ونقص ونسقطه في الميه بس كده. الميه تكون مغليه وده يكون طالع من الفريزر. نفك الخيط نسقطه في الميه، نطلعه يا دوبك 5 دقائق غليه، 5 دقائق ويطلع، لان هو نوع حلو ده ورق العنب اصلا. 5 دقائق بس ويطلع. نستخدمه على طول، نديله شفطه تحت الحنفيه علشان ما يسترقش زياده عن اللزوم، ونبتدي نشتغل فيه وننشف بيه ورق العنب بيقعد عندك من السنه للسنه. تمام كده؟ احنا عملنا اول واحده. ناخد بقى ايه الرصه دي اهي الخيط بتاعنا كده ونفك. تمام؟ خيط خيط اهو. خلاص بقى الكميه دي بنسيبها عليها.
زي ما انتم شايفين كده. بصوا شوفوا كان جبل، مهما كان جبل هيبقى بالسهولة دي تقدري تعمليه رول. بس متقفل من هنا اهو ومتقفل من هنا اهو، متقفل من هنا ومتقفل من هنا ومتقفل من هنا، مفيش اي حاجة باظت. شايفين مفيش اي حاجة باظت وسهلة قوي. هتطبخي حطي مية على النار تغلي، بعد ما تغلي هتروحي جايبه مقص تقصي الكبدة بيطلع بمنتهى السهولة، اكنك لفه ناحية واحدة، اكنك ما لفتوش الا حاجة بسيطة. هتاخديه تيك ويطلع تحطيه في المية 5 دقايق ويبقى زي الفل. تستخدميه تكوني محضرة المحشي بتاعك، وفر عليكي كتير جدا، وفر عليكي مساحة، وفر عليكي كتير جدا. اعملوا بالطريقة دي يا رب يا رب يعجبكم. كنت معاكم عزة سعيد من الوصفة، واشوفكم على خير وباي باي. مساحة ولا مليان ولا تقيسة تنزل خالص. ولو عندك 5-6 اكياس مش هياخدوا مساحة. تخيلي بقى انت لو عاملة 5 كيلو و10 كيلو وحطيتيهم في الثلاجة مش هتاخد معاكي مساحة خالص. جربيه بالطريقة دي وبإذن الله يا رب ينال إعجابكم. كنت معاكم عزة سعيد من